السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. النهاردة معانا إن شاء الله فيديو عن طريقة عمل قصيص للزراعة على السطح أو البلكونة أو حوض للزراعة حسب ما يتسمى في كل مكان. ومعانا النهاردة برميل في إعادة تدوير، طبعا جبناه من المخلفات، طبعا بينباع، بيبقى فيه زيوت، بيبقى فيه عطور، بيبقى فيه شامبو، صابون، أي حاجة يعني. وبعدين البرميل ده طبعا ما بيبلاش ليه شغل تاني بعد كده. فاحنا جبنا واحد النهارده وقلنا بقى ايه، البرميل ده حوالي 100 و 220 لتر، فقلنا هنقسمه نصين ان شاء الله زي انا ما بشاور كده باذن الله. هنمسك البرميل ده البلاستيك بتاعه بيور، يعني مهما اتحط في الشمس ما بيجرالوش حاجه، ولا شقه ولا ينكسر ولا كلام من ده غير البراميل اللي هي كلها شوايب طبعا ومش تبقاش نظيفه للشغل. انا مجرب البراميل دي، طبعا باخد البرميل من ده، اسمه برميل 2 طب، يعني هو مسدود من فوق ومن تحت، مش مفتوح غير بثقوب اللي هي الغطيان بتاعته، بس اللي هي الفتحات بتاعته. فاحنا بنسيبها مقفوله زي ما هي، ما بنجيش نيمها، بحيث ان احنا هنستعمله، هنقسمه نصين دلوقتي طبعا بالمقاس، ويبقى عندنا ايه، حوضين، حوض وحوض، والاتنين مقفولين طبعا. وهنقسمه دلوقتي قدام حضراتكم، وهيبقى قطعتين، وهنبدأ نشتغل فيه كده. ايه، قسمناه طبعا بالصاروخ او بمنشار عادي، يعني من اللي هو المنشار بتاع الخشب او البلاستيك ممكن يمشي فيه. احنا قسمناه بالظبط لنفس المقاسات، يعني عندنا الطبتين راكبين فيه تحت اهم، والتاني ما فيهوش طبعا، بالتاني بيبقى النص التحتاني ما فيهوش حاجه، يعني مسدود طبيعي. وكده هنبدا نشتغل بقى في القصيص ده ارتفاعه حوالي 60 سنتي، ممتاز ممتاز للزراعه، لا ولا شمس ولا شتاء ولا حر ولا اي حاجه بتعمل فيه حاجه. ودي الادوات بتاعتنا، ودي الطبه اللي هنشتغل بيها. دي طبه بصاموله بجوان، بتتشري من عند يعني الناس اللي بتبيع سباكه او بتبيع حاجات الميه، توصيلات والحاجات دي. تقول له عاوز نبل بصامولة عشان يركب في خزان مية، وهو هيديك. طبعا احنا بناخد المقاس بتاعه من تحت، وهنعلم بقلم احمر، عشان بعد كده ايه، هنجيب آلة معينة مثلا يبقى قطرها نفس القطر بتاع النبل زي ما علمنا كده، وهنخرمها، هنسخنها على النار جامد، وبعدين نقوم نثقب الثقب ده في القصيص ده الجوان بتاعه طبعا. الجوان ده مش ده رخيص، ب5 جنيه، مش بفلوس يعني. هو بيبقى بلاستيك بس بيعيش سنين. ده بتاع الصرف، ده اللي هي ان شاء الله هيجمع المية الزيادة تحت كله وهيصرف. كده هنجيب الآلة السخنة طبعا اللي احنا سخناها على النار او اللهب، وهنخرم مكيان اهو، هي دي الآلة بقى. دي نشوف حاجة نفس القطر بتاع الطبة بتاع النبل البلاستيك، ايوه كده. مجرد ما هنحطها وهي سخنة هتقوم تخرم زي ما كده. كده ثقبنا طبعا القصيص بتاعنا، وهنركب بقى النبل البلاستيك اللي احنا جبناه. دي الطبة بصورها لك من جوه اهو برضو عشان تبقى تتخيل منظرها. بنسيب حوالي زي سنتي يا دوبك بس من اسفل القصيص، وبعدين نثقب بقى. وبقى لو اما بنخرم بالنار او نثقب بالنار بتبقى بتنضف حواليها بالظبط، ما بيبقاش فيه شوايب ولا اي حاجه. هنحط الجوان البلاستيك، طبعا عاوزينه يبقى من الداخل من جوه الجوان البلاستيك، ما يبقاش بره، عشان يبقى ضغط الميه معاه ما يبقاش ضده. ولو في برضو اللي هو التeflon الابيض هنلف عليها برضو زياده تاكيد. كده احنا خرمنا، وكده بنعيد يعني زياده تاكيد ان احنا خرمنا يعني. هنحط بقى النبل اللي هو البلاستيك زي ما حضراتكم هتشوفوا. انا معظم القصيصات اللي عندي على السطح كلها بقى لها سنين، كلها نفس الطريقه، ال60 سنتي نص برميل، بس يكون بلاستيك بيور اصلي، يكون نظيف، تصنيعه نظيف، بحيث ان هو عوامل التعريه ما تقدرش ان هي ايه، تضره نهائي. ده زي حته الذهب على السطح، ما فيش اي عوامل تعريه تعمل له حاجه، ولا شقه ولا يكسر ولا حراره ولا ميه ولا شتاء ولا اي حاجه. ثمنه فيه يعني. دي غير البرميل اللي هي الرجيع، اللي هي بتبقى كلها شوايب وتصنيعها بيبقى وحش، بتبقى عباره عن زباله من اللي بتمشي في الشارع، ويعملوا اعاده تدوير ليه، وساعة ما تشم الحرارة والحر على السطح تقوم تطرشق وتشق. انما البرميل ده بيور، بلاستيكه اصلي،
لسه اول مره يتصنع. وكده بنجرب الطبه اللي هي النبل اللي هنركبه بالصامولة بتاعته، بنجرب برضو لسه. هنخلعه ونحط الجوان وهنحط الايمنت. حطينا الجوان اهو الاسمر ورا، الجوان ده بيجي معاه، وهنحط له ايمنت كمان زيادة في التأكيد بحيث ما يبقاش فيه تسرب خالص. الطبة دي هتنزل مية، هيبقى لها خزان تنزل الصرف كله. ممكن توصلها بالصرف بتاع البيت، وممكن تحط لها صرف يدوي كده، حاجة كده حوض صغير تصرف فيه. احنا كده بنحطينا الايمنت، ودي حته فاضله كده صغيره، واحنا بنربط بنلفها كويس ونأكد الايه، ونأكد الرباط. وهنربط جامد، وما تخافش اربط جامد، ما فيش ضرر ان شاء الله في اي حاجه. المفتاح بس يكون كبير شويه، او لو ما عندكش مفتاح يكون نفس القطر، بتجيب مفك وعلى التربيعه بتاعت الصاموله اللي انا بربطها دي، وبشاكوش صغير كده، واحده واحده كده، طرق واحده واحده كده، هتلاقي ان هي ربطت معاك وجامده برضه. هو بلاستيك كويس يعني، طيع يعني في الرباط يعني جامد كده. انا ربطت بايد اهو، وبعد كده عادي بجمع بمفتاح كبير، او لو مفيش مفتاح زي ما قلت لحضرتك برضه. وكده ربطنا خلاص، وهنبدأ نجهز في مرحلة الفلتر اللي هو الصرف. لازم يكون مرحلة كسر سن او طوب الاول، وبعدين عليه كسر سن بسيط بحيث دي يبقى عملية فلترة، المية اللي تنزل تتجمع بسرعة. كده انا بقى جاهز حضرتك عشان اللي هيجي اللي الفيديو هيجيبه بعد كده. ايوه كده، احنا جبنا كسر كده، عملنا الماسوره اللي هتجمع الميه. هنجيب كسر طوب من اللي هو الطوب بتاع البنى العادي يعني البناء، وهنرصه ونظبطه، لان في فتره حوالي زي 5 سم تحت دي بيبقوا واطيين شويه عن الايه، عن ماسوره الصرف. فهنحاول ان احنا نملاهم بكسر طوب، في نفس الوقت ما نخلوش المية الصرف تبقى كتيرة تحت، يعني ده دولت عشان ياكلوا الحيز اللي هيبقى فيه مية صرف. وهنجيب بقى كسر بالتدريج كده، احنا حاطين الكسر الكبير اللي هو بتاع الطوب، هنجيب بقى فئة تانية اقل في الحجم عشان تبقى تسد، يعني ما يبقاش فيه سماح ان اجزاء من التربة تنزل في الصرف. يعني مراحل فلتر كده، مرحلة ومرحلة. دي علبة بلاستيك طبعا انا ثقبتها طبعا من كل ناحية، هوريها لحضراتكم برضو بحاجة برضو اي آلة حادة برضو على النار وتتخرم كلها. دي تعتبر بمثابة برضو جزء من المكمل للفلتر، بحيث يسحب المية وما ما ينسدش من شوايب ولا اي حاجة، ولا بواقي تربة او حصوة او يتنه على طول يسحب مية ويحافظ على نفسه. وده بلاستيك طبعا جوه في المية ما بيجرالوش حاجة. هنبدأ بقى نجيب الكسر بتاع الحجارة الصغير او السن الابيض او الزلط زي ما يتسمى في كل بلد، ونظبط حوالين الماسورة بتاعت الصرف، وتبدأ ان هي بقى ايه، هتشد المية كده. انا بمهد عشان ارص الطوب ده كله يحب في ريح بعضه ونسيج واحد، وده كله عشان القصيص يصرف كويس وما ينسدش نهائي الصرف ده خالص. يعني القصيص ده ممكن تحطه في بلكونة، ممكن تحطه على سطح وما يضرش، ولا هيوقع على سطح ولا يوقع في بلكونه ميه ولا اي حاجه. ممكن توصله بالصرف زي ما قلت لحضرتك، وممكن تعمل له خزان صغير. جبنا السن اهو، ده السن كده، انا عبيت السن وبحطه دلوقتي فوق الطبقه الاولانيه اللي هي الخشنه اللي هي الطوب الكسر ده، عشان يبقى ايه، طبقه حمايه كمان فوق، يسمح بمرور الميه وما يسمحش بمرور التربه او العفش او اي حاجه. وكده الفلتر الابيض اللي انا مخرمه هو دلوقتي اللي مازال مرتفع، ومستني بقى ان السن ده يعلى شويه كمان عشان اداري حواليه. كده انا عاوز اكتر الكسر حوالين الماسوره بتاعت الصرف، بحيث ان انا ايه، احميها من كل مكان قبل التربه ما تيجي. كده انا بحاول اجيب لكم كل الخطوات بحيث ما فيش اي خطوه تسقط مننا. كده الماسوره اهي بتاعت الصرف او الفلتر انا سحبت عليها سن اهو. كده بقى القصيص بقى كله زي المصفى من تحت، فلتر
يسمح بنزول الميه وما يسمحش بنزول اي تربه ولا عفش ولا اي شوايب نهائي. كده القصيص جاهز لاستقبال التربه بتاعتنا، وكده شغل يعيش سنين طويله جدا. وكل ما هتروي كل ما هتزداد التربه حلاوه، كل ما هتروي كل ما هتزداد التربه حلاوه. ليه؟ بتنزل كل الاملاح اللي فيها وتبقى تربه خصبه وجميله. كده احنا القصيص جاهز ومنتظرين التربه المخلوطه بالرمل. زي ما حضراتكم عارفين ان هي تركيبه التربه، طبعا انا بوريها لحضراتكم اهي، فيها رمل. الرمل ده بيبقى بمثابه بيساعد على الصرف الجيد للتربه، خلاها تتفكك من بعضها وما تمسكش ببعضها، ويساعد على الصرف، يخلي بتعتبر عازل ما بين التربه السمراء وبعضها. كده بدات احط التربه، انتوا شايفين ان هي ناعمه اهي وخصبه جدا. وفي فيديوهات انا عاملها طبعا لتكوين التربه الجيده وافضل تربه، لو انتوا رجعتوا لحضراتكم عليها، واحنا ممكن هنبقى نحطها برضه. كده انا بحاول اجيب، انا اللي بصور، معلش انا اللي بصور وانا اللي بعمل كله. كده بقى انا بعد ما حطيت كميه من التربه هستعين بقى بالسماد البلدي وبقايا مخلفات المطبخ الجاف، لان دي بتساعد جدا لما النبات بعد كده الجذور تنزل تحت وتحاول ان هي تمتص من التربه من تحت، هتقف هتلاقي فيه سماد، تقوم تاخد منه ويبقى فيه تغذيه ويبقى فيه النبات في حاله جيده مع الوقت ان شاء الله. واحنا كل ما نخش على الشتاء ده انا حطيت سماد، عزكم الله، سماد بقري وبواقي نباتات وبواقي الفاكهه والخضروات بتاعت المطبخ، دي كله حاجات جميله. وكان عندي برضو سماد زبل حمام اللي هو مخلفات الحمام، حطيت برضو. وبعد كده هكمل بقى التربه بتاعتي، التربه الجيده الخصبه بتاعتي هحط اكمل بقى واباشر تراكم التربه بقى في القصيص زي ما انتم شايفين. وده الصرف بقى، ده الصرف اللي احنا تعبنا فوق مناه، وده الخزان بتاع الصرف. يعني مفيش نقطه ميه تقع حوالين في المكان خالص، شغل منظم وشغل 10/10 وشغل مستديم يعيش سنين، مش حاجة يعني. ومش هيفاجئك الشغل ده، مش هيعملك مفاجأة يتكسر يتشرخ ينقط مش عارف ايه، لا دي حاجات مستقرة وانت بتتعب مرة واحدة وبعد كده خلاص ما عدتش بتعمل اي حاجة. ده قصيص كده شغله 10/10. لو حبيت تزرع فيه شجر فاكهة زارع، انا زارع في ريحي قصيص، ده شجر التوت عماني كبير. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى ان اكون افدتكم واسعدتكم بالوقت اللي ده طبعا. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك معانا، ويا ريت اللايك والشير طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.